عايز تعرف ان انت بتحب نفسك قد ايه وتقدرها. شوف اللي انت بتكسبه من العلاقات، شوف الناس اللي حواليك بتعاملك ازاي، شوف مقدار الاحترام والاستحقاق في العلاقات اللي حواليك بتديهولك قد ايه. لو لقيته متدني ده حجم تقديرك وحبك لذاتك، لو لقيته عالي وناس بتقدرك وتحترمك وتديك احتياجاتك يبقى ده انت قادر تحب نفسك وتقدرها وتستحقها بشكل كويس جدا. طيب، ايه علاقة ده بده؟ لان الناس بتشوف اللي جواك انت، بغض بطريقة او باخرى باللاوعي بتتصرف باسلوب تخلي الناس تديك يا اما على قد القيمة اللي انت بتديلهم اللي هي كبيرة، او تقول كلمات والفاظ وتصرفات تخليك يدولك الباقي. يعني مثلا اللي هي حاسة ان هي هتتساب، فطول الوقت انت هتسيبني، انت هتمشي، انت كذا، فهو بيبتدي يحس بقيمته قوي قوي قوي، وممكن تصطاد اصلا الشخص اللي هو بيحب ياخد الحاجة الصعبة، فيبتدي يهملها لان هي كده كده موجودة، هي اديت له الايحاء من الاول. لو فهم، لو كانت مقدرة نفسها وعارفة ده ما بيدينيش احتياجاتي، فاحنا اوكي انا بحبك بس انا مش قادرة اكمل في العلاقة دي، كانت العلاقة اتوزنت، او كان كانت قدرت تسيبه وتمشي. فده مثال يعني. فعلى قد العلاقات بتديلك ايه او بتحترمك قد ايه وبتلبي لك احتياجاتك قد ايه، على قد حبك وتقديرك لذاتك العلاقة جاية تقولك على خلل جواك. كما كنت نعمل.